ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى في صرد أحاديث ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي الساعة. كثير من الناس يظن أن الساعة بعيدة، والساعة ما تزداد من الناس إلا قربا، وقد قال الله عز وجل من عشرات السنين اقتربت الساعة وانشق القمر. وروى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني الملك الذي ينفخ في الصور للصعق ثم البعث، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى ظهره ينتظر أن يؤمر. الملك الموكل بالنفخ لقيام الساعة التقم القرن الذي ينفخ فيه وحنى ظهره ينظر إلى العرش ينتظر الأمر من الله عز وجل على هيئة المستعد له. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشراطا للساعة سنأتي عليها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. من هذه الأشراط 10 علامات ظهرت في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رآها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم، 10 أو أكثر من 10. أول هذه الأشراط، أول هذه العلامات، أول ما يكون بين يدي الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعين: بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني. هذا عند أحمد بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، يعني في نسيمها، في أول هبوبها، فهو أول علامة للساعة بأبي هو وأمي. قال ربنا تبارك وتعالى عن الساعة: فقد جاء أشراطها. قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامات الساعة؟ إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ليعبدوا الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. البشرية كانت على التوحيد، فكلما انحرفت البشرية عن التوحيد أرسل الله عز وجل إليهم رسلا يردوهم إلى طريق الله عز وجل. تتابع الرسل وجاء
وأن ينقلهم مرة أخرى إلى الأصل الذي خلقوا من أجله، لكن أراد الله عز وجل أن يبعث نبيا خاتما صلى الله عليه وسلم. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة، إلى كل البشر، إلى الإنس والجن، إلى الأحمر والأسود، يعلمهم دين الله عز وجل. ولكي تكون الرسالة خاتمة لابد أن يختار لها أفضل الأنبياء، أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم سيده وإمامه، وهو الذي قام بهذه الدعوة العظيمة لنشر هذا التوحيد ورد الناس إلى الله عز وجل. فحول الناس في جزيرة العرب من الشرك، من الوثنية، من المجوسية، من عبادة النيران، من عبادة الجان، من عبادة الإنسان للإنسان، من عبادة الأحجار والأوثان، إلى عبادة الله الواحد سبحانه، إلى عبادة الرحيم الرحمن جل جلاله. ثم كلف النبي أصحابه أن يقوموا بدعوته في سائر الأرض، فرد الله عز وجل بأصحاب النبي وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من عباد النار إلى عبادة الله الواحد القهار، وكثيرا من عباد الصلبان إلى عبادة الرحيم الرحمن، وكثيرا من الهنود إلى عبادة ربنا الواحد المعبود جل جلاله. جعل الله عز وجل هذه النبوة خاتمة للرسالات والأمم، هذه الأمة خاتمة للأمم تقوم بدعوة الأنبياء، فلا يأتي بعد النبي نبي، فلم يبقى بعد النبي إلا أن تقوم الساعة. كل نبي بعده نبي، فالذي يأتي بعد النبي نبي آخر، والساعة لا تقوم حتى يأتي النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي الخاتم وكانت دعوته عامة، دعوته صلى الله عليه وسلم خاتمة، دعوته صلى الله عليه وسلم شاملة، هداية ورحمة، جعلها الله عز وجل خاتمة الرسالات، فلا يأتي بعد النبي أحد. كان الأنبياء إن عصى القوم النبي من الأنبياء استأصلهم رب العالمين بعذاب من عنده. أما هذه الأمة فقد رفع الله عز وجل عنها عذاب الاستئصال، فكانت نبوته عليه الصلاة والسلام رحمة للأمم. فإذا عادت البشرية إلى ما كانت عليه، إذا انتشر الشرك كما كان، وعاد الشرك في البلدان كما كان، وعاد الشرك في جزيرة العرب كما كان، من عمل؟ لا نبي بعد محمد، تقوم الساعة على شرار الخلق. إذا كانت بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهذا مما يعتقده جميع المسلمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء ب6 منها وختم بي النبيون. والسبب الثاني أن رسالته كانت عامة. لذلك رب العالمين يقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ويقول: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى مدين أخاهم شعيب. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل والكتب إلى ملوك الأرض، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى ملك الروم، وأرسل كتابه إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل إلى المقوقس عظيم القبط، وأرسل إلى سائر الملوك في زمنه تأكيدا لأنه بعث إليهم جميعا، فلا حاجة لنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بعث رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله
لما آذى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه ملك الجبال قال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين معا قال لا، عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبحديث آخر كان النبي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما رحمته بأمته فقد قال الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه الرحمة أن الله تبارك وتعالى جعله أمانا لأمته من العذاب. قال ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أتدري متى نزلت هذه الآية؟ لما استفتح أبو جهل فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن الله قادر على أن ينزل عليهم حجارة من السماء قذفا أو يخسف بهم الأرض خسفا، لكن الله عز وجل جعل الأمان فيهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لذلك قال أيضا كما في صحيح مسلم أنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فإذا كانت الدعوة عامة والرسالة خاتمة والرسالة هداية ورحمة فما الذي يرجى بعدها؟ لم يبقى إلا شيء واحد ألا وهو وعد الله بحفظ دين الله إلى أن تأتي الساعة التي يأذن الله عز وجل فيها إلى أن يأتي أمر الله. لذلك حفظ الله عز وجل القرآن الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتابه محفوظ، رسالته عامة تامة هداية ورحمة، فلا يحتاج الناس إلى نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول أشراط الساعة، أول علامات الساعة. أما العلامة الثانية فقد كانت في حياته عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 5 مضت، وذكر منها هذه العلامة قال القمر. قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن الجوزي في تفسيره قال المفسرون ظهور النبي عليه الصلاة والسلام بعثته النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وانشقاق القمر من أشراط الساعة. قريش تعنتت فدعت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منه آية فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي تواتر النقل بها وأجمع عليها المسلمون انشق القمر نصفين فكانت الكعبة بين النصفين نصف على جبل والنصف الآخر على جبل آخر بينهما بيت الله تبارك وتعالى. فأراهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والذي شق القمر قادر على أن يجمع يوم القيامة الشمس مع القمر سبحانه وتعالى. فانشقاق القمر علامة ودليل وبرهان ومعجزة للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، إثبات للرسالة، وهي كذلك شرط من أشراط الساعة. أراهم النبي عليه الصلاة والسلام القمر نصفين فلقتين على جبلين. أما العلامة الثالثة فهي موت نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعدد 6 بين يدي الساعة، أول هذه ال6
والعلامة الثانية قد مضت وانشق القمر، وهذه هي العلامة الثالثة، فيبدأ عوف العدة بما يستقبله. فأول العلامات في هذا الحديث موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم المصائب على المسلمين كما ستنظر وترى. لماذا كان موت النبي عليه الصلاة والسلام علامة عظمى من علامات يوم القيامة؟ روى الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. قال: وما فرغنا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا القلوب، تغيرت شيئا ما بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته: من أصيب منكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب. قال: فإنه لن يصاب أحد من أمته بمصيبة هي أشد عليه من مصيبته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عبد البر: فموت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم إلى يوم القيامة. لماذا ابن عبد البر؟ قال: ذهبت النبوة وانقطع الوحي من السماء، انقطع السبب الواصل لأهل الأرض بالسماء، انقطع الوحي الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنكر الصحابة قلوبهم، ولذلك بكت أم أيمن رضوان الله عليه. صحيح مسلم لما انطلق عمر والصديق إلى أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحين وجداها تبكي. قال: لم تبكي يا أم أيمن؟ قالت: أبكي لموت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما تعلمين أن الله عز وجل قد ادخر لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الآخرة؟ قالت: أما إني والله لا أعلم أن الله عز وجل ادخر لنبيه الخير، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. كان الصحابة في أمان بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا مات الرجل منهم فصلى عليه رسول الله كان قبره نورا بصلاته عليه الصلاة والسلام. قال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها بصلاتي عليهم. فكان أمانا من العذاب في الدنيا وأمانا من العذاب في القبر والآخرة. فذهب الأمان، مات سبب الأمان صلى الله عليه وسلم، مات الذي كان سيحاجج عنا الدجال. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. فكان النبي يحاج الدجال ويدفع الفتن عن هذه الأمة. كانت صلاته سكن ورحمة لهذه الأمة. إن صلاتك سكن له. لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذرنا قبل ذهابه من الفتن التي ستأتي بعده. روى أحمد من حديث أبي مويهبة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته انطلق إلى البقيع فسلم عليهم ودعا لهم طويلا ثم قال: هنيئا لكم يا أهل القبور ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. هنيئا لكم، لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. أقبلت. لماذا أقبلت؟ أوشك الموت أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهبت
مجيبا على أسئلتهم وشافيا لصدورهم. فلما مات نبينا عليه الصلاة والسلام اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول اختلاف بينهم أنهم اختلفوا هل مات رسول الله؟ جاء الخلاف، ولكن الخلاف بينهم كان يحسم بكتاب الله عز وجل. روى الإمام البيهقي في الدلائل من حديث عروة بن الزبير، وهو من جياد المراسيل وسيرته من أجود السير، وله شواهد عند أحمد وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها. يقص علينا هذا الخبر: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قام عمر بن الخطاب يخطب الناس يتوعد يقول: إن رسول الله في غشيته لو قد قام لقطع وقتل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ومن قال إن الرسول قد مات ضربت عنقه بالسيف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واعد ربه كما واعد موسى ربه. عمر يتوعد الناس، وأنتم تعلمون من هو عمر. فقال العباس: أيها الناس، هل عند أحد منكم عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يموت؟ فلم يسمع الناس للعباس حتى جاء الصديق رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فكشف الصديق عن وجه حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم، فنظر في وجهه فقبل جبينه ونزلت دمعة من عينه وقال: وصفياه وخليلاه طبت حيا وميتا يا رسول الله، إن الله عز وجل قد أذاقك الموت الذي كتب عليك ولن يجمع عليك موتتين. ثم خرج الصديق إلى الصحابة فقال لعمر: اجلس يا عمر، فلم يجلس عمر. اجلس يا عمر، فلم يجلس عمر. فقال الصديق: اسكت يا عمر. وصعد الصديق رضي الله عنه على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المصيبة التي تزلزل القلوب وترتج لها الأركان، فسقط لها عمر على ركبتيه، ووسوس عثمان رضي الله عنه، وألجم علي فلم يتكلم. ثبت الله الإسلام بالصديق فقال: أيها الناس، إن نبيكم قد نعى إليكم نفسه وهو بين أظهركم. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى نفسه إليكم. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد نعى إليكم نفسه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فنبينا عليه الصلاة والسلام وهو أحب الناس إلى قلوبنا إلا أنه قد مات، فقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال الصديق: إن الله تبارك وتعالى عمر محمدا وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك. هذه الفتنة تزلزل القلوب، فما الذي ثبت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كتاب الله عز وجل. فإن كان قد مات رسول الله فقد
القلوب. لما ردهم الصديق عند أول فتنة وأعظم فتنة إلى كتاب الله عز وجل: أيها الناس، إن كتاب الله بين أظهرنا هو النور والشفاء، به هدى الله محمدا، فيه حلال الله وحرامه، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، فإن سيوف الله مسلولة ما وضعناها، رفعناها مع النبي ونرفعها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لنجاهدن من خالفنا بعد رسول الله كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث في غسل النبي وتكفير النبي. أناس ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلئن كانت بعثة النبي هي النور التام، فإن موت النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب القلوب بأعظم السهام، لكن الله عز وجل يثبت المؤمنين الموحدين ويضل من يشاء من الظالمين. ولما أرادوا أن يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا أيضا في دفنه. الخلاف الأول عصموا فيه بالقرآن، والخلاف الثاني عصموا فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا عند أحمد وأسد بن موسى وغيرهم بإسناد حسن، قالت: لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في موضع دفنه، فقال قائل: ندفنه حيث كان يصلي عليه الصلاة والسلام، ندفنه في قبلة صلاته حيث كان يصلي. فقال أبو بكر: معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد، تدخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في قبلته فيستقبل الناس القبر والقبلة فيشركوا بالله عز وجل. فقال قائل: ندفنه في البقيع حيث دفن أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لا نكره أن نخرج قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع فيعوذ به عائذ ويلوذ به بائس فتكون سنة بعده. يموت النبي عليه الصلاة والسلام ويدفن، فإن أصيب أحد بمصيبة ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذه وثنا من دون الله عز وجل. قال الصديق: وحق الله فوق حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. حماية التوحيد وجناب التوحيد حق الله عز وجل، وهو مقدم على حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ولكني سمعت من النبي شيئا لا أنساه. قالوا: ما سمعت يا أبا بكر؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ما قبض الله نبيا إلا وأحب الله عز وجل أن يدفن هذا النبي في موضع موته، فاستقر أمر الصحابة على أن يحفروا للنبي تحت سرير النبي الذي مات عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرهم الصديق رضي الله عنه أن يحفروا في هذا المكان ويدفنوه بأبي هو وأمه. فالخلاف الثاني كانت العصمة فيه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يعتصموا بالسنة لوجدت قبر النبي الآن وثنا يعبد من دون الله، كما أن قبور كثير من الناس ممن يدعى أنه من أمته، بل ممن هو من أمته يعبد من دون الله عز وجل. فانظر لهؤلاء الطغاة ماذا يفعلون عند قبور الصالحين، فكيف بقبر سيد الأنبياء والمرسلين. فحمى الله عز وجل الأمة من الوقوع في الشرك ومن الارتداد على الأعقاب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلفوا في أمر ثالث. لما ارتد العرب
هو انشراح صدر السلف للحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. رأس السلف بعد وفاة النبي هو الصديق، انشرح صدره لقتال المرتدين. ولك أن تتخيل لو أن الصديق داهن المرتدين وتركهم، أكان يبقى في جزيرة العرب توحيد بالله أو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فموت النبي عليه الصلاة والسلام فتنة من أعظم الفتن ثبت الله الصحابة فيها بالقرآن والسنة وفهم السلف، فمن أعرض عن هذا فقد ضل وأضل. وهذا ما كان في العلامة الرابعة من علامات الساعة، والتي بدأت في أواخر حياة النبي واستفحلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة خروج الكذابين المتنبيين، مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، سجاح، طليحة الأسد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة مسيلمة الكذاب، ومنهم صاحب صنعاء الأسود العنسي، ومنهم صاحب حمير لا نعلم من هو، ومنهم الدجال وهو كائن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما فرأى في المنام أنه وضع في يده سواران من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعتهما وكرهتهما فنفخت فيهما فطارا. قال: فأولتهما الكذابين يخرجان، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة له قبيل موته: إنكم أكثرتم في شأن هذا الرجل، يعني الكذاب مسيلمة. قال: وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وليس من بلد إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة، فالمدينة محروسة بملائكة الله عز وجل. ارتد العرب، ارتد كثير من العرب، وقد أشار النبي إلى هذه الردة. فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما سأل حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام والتوحيد والإيمان والألفة ومحبة القلوب، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشر، أخبارت الفتن كقطع الليل المظلم. قال حذيفة: فما العصمة منه؟ ما العصمة من هذا الشر؟ قال: السيف. قال قتادة: هم الطائفة التي ارتدت على عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقد أرسل الصديق سيوف الله عز وجل ترد المرتدين إلى دين الله أو تقتل من أبى أن يعود في دين الله عز وجل، فأرسل عمرا وخالد وشرحبيل وغيرهم حتى مكن الله للإسلام مرة أخرى في جزيرة العرب بثبات الصديق رضي الله عنه. كان من المتنبئين سجاح، امرأة، وهي أول امرأة تدعي النبوة في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة كذابون 30 منهم 4 نسوة. امرأة ادعت النبوة ووجدت من العرب ممن كان مسلما من يصدقها ويؤمن بها ويسير خلفها. مرت الأيام وتزوجت سجاح من الكذاب مسيلمة، وتنازلت له، زعمت عن النبوة، لكن الله تبارك وتعالى تداركها برحمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. لما قتل الكذاب بسيف المؤمنين ورماح الموحدين، عادت المرأة مرة أخرى إلى الإسلام وحسن إسلامها وماتت بالبصرة، غفر الله لنا ولها. ورجل آخر طليحة الأسد ادعى النبوة في بني أسد وغطفان، وجمع حوله الجموع وقاتل المسلمين
ادعى النبوة مع محمد عليه الصلاة والسلام، وهم المعروفون الآن باسم القديانية، يدعون النبوة. وصدق رسول الله إذ قال: بين يدي الساعة كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. سيأتي تفصيل هذا بالكلام عن الكذب بين يدي الساعة. العلامة الخامسة: فتح بيت المقدس. بيت المقدس بناه نبي الله عز وجل سليمان، جدده نبي الله سليمان، بني على التوحيد وكان خالصا للتوحيد. وقيل أن الذي بناه في الأصل هو الخليل إبراهيم، بعدما بنى الكعبة بنى بيت المقدس، وقيل يعقوب. الشاهد أنه بني على التوحيد. فلما دخله رجس المشركين من اليهود والنصارى طهره الله عز وجل على أيدي المسلمين. وكان هذا في زمان عمر. قال عليه الصلاة والسلام لعون: اعدد 6، وذكر منها فتح بيت المقدس. بيت المقدس فتح سنة 16 هجرية بقيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لعلكم تعلمون القصة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما فتح في زمانهم ظل بيت المقدس على عهد الإسلام حتى دخله الصليبيون في القرن السادس، ففتح مرة أخرى على يد صلاح الدين الأيوبي. والآن بيت المقدس يئن من أرجاس اليهود، يئن مما يحدث فيه من شرك وكفر بالله عز وجل. فهل في الأمة من يفتح بيت المقدس بالسيف كما فتحه صلاح الدين، أو بالصلح كما فتحه أمير المؤمنين؟ هو كائن والله قبل قيام الساعة سيكون المسلمون في بيت المقدس، وحين يخرج الدجال سيكون الموحدون في بيت المقدس. ففتح بيت المقدس من علامات الساعة، بل وعموم الفتح للمسلمين. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى كثرة الفتوحات التي تحدث لأصحابه، فقال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل. وقد كان غزا المسلمون بعد وفاة النبي جزيرة العرب لحرب المرتدين. ولو قال قائل في ذلك الزمان: وكيف نفتح جزيرة العرب وقد عمها الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقلنا الله أعلم، لكنه خبر الصادق الذي لا يكذب أبدا صلى الله عليه وسلم. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عز وجل. وقد غزا المسلمون الروم وفتح الله عليهم الكثير من بلاد الروم، وسيبقى فتح أخير حتى يفتح المسلمون الرومية قبل قيام الساعة. قال: وتغزون الدجال فيفتحه الله، يعني ينصركم عليه رب العالمين سبحانه. قال نافع: يا جابر، لا نغزو الدجال حتى تفتح الروم. لا يأتي الدجال حتى يفتح المسلمون الرومية ويرفعون رايات التوحيد في قلب أوروبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتوحات أخرى. روى الإمام أحمد عن ابن حوال صحابي قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن الشام والروم وفارس. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولا يكونن لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن الغنم كذا وكذا. وعن جابر قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن عصابة من المسلمين البيت الأبيض، بيت كسرى بن هرمز، فيستخرجون كنزه. وروى البخاري عن علي بن حاتم قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل يشكو الفاقة، وجاء رجل يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله: يا علي، هل رأيت الحيرة في العراق؟ قلت لا، وقد سمعت عنه. قال: ليوشكن إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة المرأة تخرج من الحيرة من العراق إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، لا تخاف أحدا. قال: فقلت في
هرمز، كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة ليخرجن الرجل بماله يخرجه صدقة فلا يجد من يقبله منه. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بهم حياة لترون ما قال رسول الله. وقد طالت الحياة ببعض سامعيه فرأوا الرجل يخرج بماله يطلب من يأخذ الصدقة فلا يجد. روى البيهقي في دلائل النبوة عن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال في زمان عمر بن عبد العزيز كان يأتينا الرجل بالسرة من الذهب فيقول ضعوا هذه حيث أراد الله عز وجل في الفقراء. قال فنأخذها فنطوف بها على الناس فلا نجد من يقبلها. في زمن عمر بن عبد العزيز على أعين كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تعجب في عهد عمر بعد وفاة النبي ببضع سنين أو أقل فتح الله عز وجل للمسلمين جزيرة العرب وبلاد اليمن وسائر حدود الجزيرة حتى فتحت لهم العراق والمدائن وفارس حتى تعدوا حدود أفغانستان وانطلقوا إلى الشام ففتحت لهم حمص ودمشق حتى بلغوا الأناضول على أطراف أوروبا. في عهد عمر فتحت مصر وإفريقيا حتى كاد المسلمون في عهده أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي وفتحت لهم جنوبا حتى وصل المسلمون إلى آخر بلاد النوبة على أطراف بلاد الحبشة في عهد عمر رضي الله عنه. وقد صدق رسول الله الذي بشر المسلمين بالفتح العظيم وصدق رسول الله الذي أمر المسلمين أن ينفقوا الكنوز في سبيل الله فلما قاموا بذلك فتح الله عز وجل لهم البلاد والعباد. وهذه علامة من خير العلامات أن تفتح البلاد لدين الله وأن تفتح القلوب لدين الله. فنسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر دينه وكتابه وبفتح البلاد للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهج يوم الدين. في وقت الفتح في زمن الانتصارات أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة أخرى، علامة يفرح لها الموحدون ويحزن عليها أبناء الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لعوف ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم يظهر فيكم داء يستشهد الله عز وجل به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم. هو الطاعون الذي وقع في زمان عمر، طاعون عمواس قرية في الشام. بدأ من هذا الطاعون ثم انتشر في الشام في جيش المسلمين في جيش الموحدين المجاهدين في سبيل الله عز وجل. مات في هذا الطاعون من المسلمين ما لم يمت مثله قبل ذلك في تاريخ المسلمين. مات أكثر من 30,000 من الموحدين، منهم عشرات بل مئات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مات أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح بالطاعون، ومات أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومات قائد الجيوش شرحبيل بن حسن وغيرهم. ماتوا في هذا الداء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل نحزن بموت الصحابة شهداء؟ لا. قد يتعجب الإنسان لماذا في وقت النصر، في عز وقت النصر والفتوحات، يموت المسلمون بالطاعون ولا يموتون بقتل الأعداء. جيوش الروم كانت مئات الآلاف، فكان من الممكن أن يموتوا بأيدي الأعداء، لكنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما
لما جاء الطاعون إنها دعوة نبيكم أن يموت الصحابة شهداء لله عز وجل مجاهدين في سبيله ولا يسلط عليهم أعداء الله. لا يمنح الله أكتاف الصحابة للمشركين لعباد الصليب أبدا، هم أكرم على الله من هذا. فأراد الله اصطفاءهم واستشهادهم فأرسل عليهم طاعون إنها دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم فلا تفرقوا عنه. قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم. لما جاء عمر وأراد أن يدخل الشام فسمع بالطاعون جمع الصحابة، جمع المشيخة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقولون؟ جماعة قالوا ندخل ولا نفر، وجماعة قالوا لا ندخل ونأخذ بالأسباب. فلما اختلفوا أرسل إلى غيره الشاهد حتى قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ أطاعوا شهادة للمسلم فلماذا نفر؟ أفرارا من قدر الله؟ قال أوه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. فوافق صدر عمر وفهم عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ابن عمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بالطاعون ولستم فيها فلا تقدموا عليه، فلا تقدموا عليه. فحمد عمر ربه ثم انصرف ومات أبو عبيدة شهيدا رضي الله عنه. هناك طاعون آخر سيمر على هذه الأمة لكن قبيل الساعة، خلط بعض الناس بين الطاعونين. لذلك هذا من العلامات التي كانت وتستمر، كما أن الفتح كان ويستمر. بقيت علامة هي من أشد العلامات لقيام الساعة، وهي موت غلق الفتنة، قتل وكسر الباب الذي بين الأمة وبين الفتنة. روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه ومسلم أيضا كان جالسا مع عمر فقال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ فقالوا فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. ابتلاء الله، ابتلاء الله عز وجل للعبد في ولده في نفسه في ماله في جاره. قالوا يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر المعروف. قال ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فتنة تأتي على الأمة كموج البحر الأسود، مضطربة شديدة عاتية عالية تموج موج البحر. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين ليس عليك منها بأس، ليس عليك منها شيء، إن بينك وبينها بابا مغلقا. الفتن التي تموج موج البحر بينها وبين الأمة باب مغلق. فقال عمر أيفتح الباب أم يكسر؟ يفتح كالمعتاد أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة بل يكسر. قال عمر أما إنه لو كسر لم يعد، لو كسر لم يعد. فانطلق حذيفة فسأله مسروق قال أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم. قال فمن هو؟ قال عمر. الباب الذي بين الأمة وبين الفتنة عمر. وروى الإمام الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن أبي ذر أنه لقي عمر فأخذ بيده فغمسها ثم قال أبو ذر لعمر يا قفل الفتنة، أنت قفل إغلاق للفتنة. وقال لن تصيبكم فتنة ما دام فيهم عمر. وروى البزار بإسناد يحتمل التحسين عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعمر يا غلق الفتنة، فسأله عن ذلك لما تقول؟ قال مررت ونحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال عنه هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش عمر. وهذا مكتوب حتى في التوراة. كعب الأحبار كان يقول
فتح باب الفتنة، بل قل كسر هذا الباب فتح على الأمة فتنا لا يعلمها إلا الله. لذلك قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى خالد بن الوليد بفتوح الشام يعزله. عزل عمر خالدا سيفا من سيوف الله مسنونا على المشركين. فلما عزله قال خالد تركني عمر حتى إذا رمت الشام عسلا، يعني طاب الشام لأهلها وتم فتحها، فعزلني عنها وأرسلني إلى الهند، يعني بالهند مدينة البصرة وسيأتي ذكرها، وقد نص النبي عليها قال ستمصرون أمصارا منها مصر يسمى البصرة، فقال لأنس فلا تدخل أسواقها، سيأتيك الشاهد. عمر تركني في الشام أحارب وأقاتل حتى دنا قطافها ثم أرسلني إلى البصرة. فقال رجل اصبر يا أبا سليمان، يقول لخالد اصبر يا أبا سليمان فإن الفتن قد ظهرت، الفتن بدأت. فقال خالد أبا وابن الخطاب حي فلا، إنما الفتن بعد ابن الخطاب رضي الله عنه، أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون الفتنة حين ينزل البلاء بالرجل فينظر إلى أرض يتعبد فيها لربه يأمن فيها على نفسه لا يجد من الشر مثل ما يجد، قال فلا يجد أرضا كذلك، تلك هي الفتنة. بل كان عمر رضي الله عنه يقول عن الفتنة أما وابن الخطاب حي فلا. رواه عساكر بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه شكاه الناس، عمر الخليفة الراشد شكاه الناس. من الذي شكاه؟ أكابر المهاجرين. لماذا شكوه؟ عمر كان يمنع المهاجرين أن يخرجوا من المدينة إلا بإذن وبأجل، لا يرتعوا في البلاد، لا يجلسوا في مصر والسودان والنوبة والعراق والشام، يريد أن يجمع هؤلاء حوله. فلما شكاه الناس قام فيهم فقال أيها الناس إني قد شبهت الإسلام بالبعير. البعير الجمل له سن يبدأ ضعيفا ثم يقوى. قال رضي الله عنه إني شبهت الإسلام بالبعير يبدأ فيكون جذعا، الجزع سن 5 سنين دخل في الخامسة، ثم تزداد قوته فيكون ثنيا دخل في السادسة، ثم يكون سدسي رباعيا دخل في السابعة، ثم يكون سدسيا دخل في الثامنة، ثم يكون بازلا. والبازل هو منتهى القوة، أعلى درجات القوة للبعير البازل، وهو إذا دخل في الثامنة ما دام على ذلك قد يبقى سنة 2 3 أكثر. قال فكذلك الإسلام بدأ الإسلام جمعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا. قال وهل ينتظر بالبازل إلا النقصان؟ إن الإسلام قد بزل، يعني قوي، ولن يعود الإسلام إلى ضعف وابن الخطاب حي. إن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله دون عباده، أما وابن الخطاب حي فلا. فلما قتل عمر كسر باب الفتنة وأقبلت الفتن على هذه الأمة. وأول فتنة أقبلت على الأمة بعد عمر استفاضة المال، كثرة الأموال. قال عليه الصلاة والسلام لعوف بعدما ذكر علامات الساعة قال واصطفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل منكم 100 دينار فيظل ساخطا. تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطها. هذه الفتنة وهي استفاضة الأموال فتنة سراء يفرح لها الناس، لكن حذر منها سيد الناس صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بليالي، كما في صحيح مسلم قال إني لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقد بدأت هذه الفتنة السراء في عهد أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي
هذه الاستفاضة مستمرة تنحسر عن الأمة حين وتأتيها أحايين، فسوف يأتي زمان المهدي الذي يحثو المال حثوا ولا يعطي المال عدا، وسيأتي زمان عيسى الذي تخرج الأرض فيه الذهب والفضة كالأسطوانة فيعرض الناس عنها. سيأتي الزمان الذي يفرح العبد فيه بغنيمة كلب لكثرتها وزيادتها، وهذا مما سيكون بين يدي الساعة إن شاء الله. بقيت فتنة أخيرة وبها أختم هذه الخطبة إن شاء الله، وهي فتنة لا تدع بيت مسلم إلا دخلت. قال عليه الصلاة والسلام: فتنة تقع فيكم لا يبقى بيت عربي إلا دخلت. وفي رواية: لا تكاد تدع بيتا من المسلمين إلا دخلت، لا تدع أحدا من المسلمين إلا دخلت. وما زال المسلمون يصطلون بنارها إلى الساعة، إلى هذا اليوم ما زال في المسلمين من يفتن بسبب هذه الفتنة إلى هذا اليوم. ما هذه الفتنة؟ قال حذيفة: أرأيتم يوم الدار، يوم قتل شهيد الدار، يوم الحصار، يوم قتل عثمان الذي استحت منه ملائكة الرحمن، أرأيتم يوم الدار إنها أول الفتن وآخرها الدجال. وقال: أتعدون ما تعدون قتل عثمان فيكم أتعدونه فتنة؟ قالوا: نعم. قال: والله إنها لأول الفتن. قال ابن تيمية: وقعت الفتنة العامة التي لا تترك بيتا إلا دخلت، وهي قتل عثمان رضي الله عنه. قال ابن حجر: الفتنة المشار إليها هي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وفتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر. فتنة تثور في أقطار الأرض، بدأت من مصر ومن البصر ومن العراق ومن بعض البلدان الأخرى، اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه. قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: عليكم بهذا الأمين وأصحابه. فسمى النبي عثمان هو الأمين. كيف كانت هذه الفتنة داخلة في كل بيت، وكيف اصطدى المسلمون بنارها؟ لقد فتح السيف في هذا